عسلامة ومرحبا بكم يا جماعة. هيا هاني رجعت لكم في فيديو جديد. يا جماعة راني والله العظيم ماني قاعدة نمرش فيكم ولا نعطل فيكم ولا حاجة، أما نحب نهبط فيديو مرة في الجمعة تفهموا انتم الأحداث، واللي ما خلطش يخلط ونتبعوا الأحداث بشوي بشوي. راهي مش في ليلة ونهار، راهي تخدمت. رانا بدينا أول نهار كسرنا لو 1 مارس، اخر واحد خرج، اخر خدام خرج منها لو 8 نوفمبر، معناها كل حاجه تاخذ وقتها. هذاك علاش انا قاعده نحكي معاكم بشوي بشوي باش تفهموا المراحل، باش انتم مكانكم ان شاء الله قادمين على مرمى. وبارشا جيتوني في الانستغرام وقلتوا لي رانا قادمين على مرمى واعطينا النصائح وكل. لازمكم تبداو عارفين وتشوفوا على عينيكم شنو اللي يستنى فيكم. هذا اذا كان انتم باش تخدموا كيما خدمت انا، حاجه نضيفوا على قاعده وباش تنحيوا القديم الكل وتعاودوا من الاول وجديد. باهي خليتكم اخر مره وقتها وصلنا مع الالكتريسيان وفسرت لكم كيفاش معناها تاخذوا، وقتاش تاخذوا الالكتروميناجي وكيفاش تعديوا البريزات نتاع الضوء، وقديش مهم انكم تبداو من الاول عارفين بريزات الضوء وين باش تجي وكل شيء. لهنا حبيت عاود نفسر لكم ونذكركم كيفاش معناها المراحل تعدينا بها. فما واحده بعثت تتوسيله يظهر لي، قالت لي تسنيم يا اخي الشباك هذاك وين مشى. كما تشوفوا لهنا الشباك نحنا كان هو على طول 1.5 متر، خلينا فيه 50 سنتي اكهو، وعرضنا في الحيط من برا في الكلوار اعراض الحيط هذاك نتاع الشباك الكل اللي هو فيه 1.70 متر هذوك ولاو في عرض 5 سنتي 7 سنتي يظهر لي كان، ولات على عرض 25 سنتي. ولا يعني شباك كل كونتوار هكايا، منه شباك منه كونتوار، ما نعرفش يمكن شي نهار اخر نسكروه مازلنا ماناش عارفين، وانا نخليوه كونتوار هكاك. هذا الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه طيحنا الحيط هذاك اللي كان فيه الماكينه الصابون والفريجيدير ونحينا الباب، ولات الكوجينه محلوله على الكلوار. فما خاطر شكون سالتني زاده وقالت لي راني ما فهمتش الفورمه نتاع الدار كيفاش. هذيك هي الكوجينه جايه في الدار الداخل في وسط كلوار، عندها زوز حيوط مسكرين يحلوا على الكلوار، خلينا حيط ونحينا حيط. هذيك هي الحكايه، فهمتوني؟ باهي نتعديو للنصيحة المهمة مهمة مهمة على الاخر في كوجينات تو اللي نحنا تعرضنا لها، اللي هي اكل بلينتا اللوطانية. نحنا تو ما كنا قبل بانين بلينتا بني معمولة ومسكرين البيبان باللوح محطوطين ما بين الرخامة وما بين البنية هذيك اللوطانية. كيف جينا نخدمو يا اخي الارشيتكت؟ تصوروا انتوما حتى معلومه كيف هذه ما تعرفهاش من الاول تعمل لنا. قلنا لها راهو عندنا مشكله كبيره ان كي نقفوا على اللافابو ساقينا تضرب في الوحده هذيك، ريتوها البلينتا هذيك. تصوروا معناها يا البنات ماما قديش مسكينه قاسيت من اللي عرست وعملوها الكوجينه هذيك والبلينتا في عوض جيل داخل، باش العبد كي يبدا واقف يغسل في الماعون يبدا ساقو الطنجوره نتاع ساقو داخل لداخل ويبدا هو واقف وظهره مستوي. هي اللي مبنيه بالغلط معموله خارجه لبرا. تصور معناها واحد يبدا واقف يغسل في الماعون وظهره مقوس، تصور هذيك واحد معناها يعدي عمره كامل هو اكثر وقت المراه تعديه في دارها هي واقفه على لافابو تغسل في الماعون. تصوروا انتم كي يبدا فما ديفو كي منكايه. بالحق البنات راني اكثر حاجه نوصي عليها ونعاود، هي البلينتا هذيك راهي لازمها تبدا داخل 3 سنتي باش الطنجوره نتاع الساق سوابع ساقيك تبدا داخله. نوصيكم يا البنات راهي لازمها تبدا 3-4 سنتي لداخل باش كي تبدا واقفه انت تبدا واقفه مرتاحه. وحاجه اخرى كانت زاده ديفو كبير على الاخر اللي هو الطول ما بين البلان دو ترافاي الرخامه اللي محطوط عليها اللافابو والغاز وكل، والقاع لازمها تكون 90 سنتي. هذيك النورم لا ما اقلش من 90 سنتي، حتى هي قصيره ما تعقلش من 90 سنتي. انت قصيره تحب تعمل حاجه على طولك وخاتي ربي يعينك، اما النورم يقولك 90 سنتي. بالحق احنا كانت مخدومه الرخامه متاعنا على 80، فما بالك انتوما كيف قديش كنا نقاسيو. تو ما قالت لي راهي كانت خالتي امال نسلم عليها برشا راهي تتفرج في الفيديو، وقتها كي كانت تجيب حذانا وتغسل الماعون مسكينه في المناسبات وكل، تقول لهم راني وليت كي عصرت البرتقان حطوا لي جرايه تو باش نكمل نغسل الماعون ونمشي نتكا ولا نكمل نمشي نغسلو وانا راقده. على ما كانت بالحق راهي حاجه تعذب على الاخر. ردوا بالكم البنات.
حاسيلو تصوروا انتوما ما كناش نعرفوا نحنا معناتها هذه اول مره معناها، وما كانتش في بالنا ان باش نعملوا من الاول كوجينه، معناتها جات بطبيعتها والله العظيم يا البنات لا نزيد عليكم قسما بالله، راهي جات بطبيعتها شويه شويه شويه. كل مره صدقوني احنا لهنا نخلطوا في السيمان ونصبوا في الداله ومانيش عارفين رويحنا عند شكون باش نخدموها الكوجينه، وقسما بالله لا نزيد عليكم كلمه، اللي صدق صدق واللي ما صدقش ما صدقش والله العظيم. يلا كملنا وما نعرفوش على رواحنا لا باش نكملوها لا باش عند شكون لا حتى شيء. هنا صبينا الدالة نظفناها نحينا القديم على اساس باش نرتاح ونفهم رواحنا، ومن بعد ربي سهل، اللي باش يسهل فيه ربي يعمل الدليل. دونك انا هاني قلت لكم نعطيكم النصائح متاع الحاجات اللي واحد مثلا باش يصب الزهاز وكل شيء ومازال مش عارف شنو يعمل. عندك البلينتا وبريزات الضوء، خاطر هذوكم فيهم برشا تكسير ولازم من الاول واحد يبدا عامل حسابه. حاسيلو البنات بالنسبه لتوا كوجينات تويكا الكل راهم يخدموا فيهم البلينتا يخدموها هما، معناها يجيبوا وكا الساقين تلقاه المبل الكل واقف على ساقين. انت يلزمك اكثر حاجه تركز فيها انه البني اللي باش يخدم لك الريفيتمون ما يعملكش الصلب، ركز معاه وعاود يا البنات. هاني ننصحكم خاطر راهم هما من بعد كي يجيو باش يعملوا الريغلاج نتاع الساقين ونتاع الموبيليا، اول حاجه يلزمها البلاتفورم تبدا زيرو بونت، تبدا مستويه من الاول للاخر باش الريغلاج نتاع البلان دو ترافاي كي يخدموا هما الساقين يجي منظم نظيف مستوي. احنا مثلا على قد ما ركزنا معاه البني وهي كي يجيو ياخذوا هما في القياس يلقاو فما بونت في الاخر، وحاولوا حسيلوا باش يعملوا ريغلاج دو تيل فاسون ما يظهرش الجمله اللي فما ديفو. مي هاني وقفتكم ركزوا مع البني باش ما يعملكمش صلب خايب. فوالا لهنا كيما تشوفوا زيد علاش قلت لكم الديفوات. هوني مثلا كيما قاعدين تشوفوا الالكتريسيان قاعد غاديك حط البريز اللوطاني نتاع الفور وفوق البريز نتاع الميكرووند. وقت اللي جمعت الكوجينه كيف جاوني حطوا لي البريز نتاع الفور والميكرووند بجنب بعضهم. علاش؟ على خاطر كي يبدا هو اونكاستري. قداش الديمونسيون نتاع الفور 60 على 60 وهو الخزانه 60، معناها انت كي باش تحط الفور باش يطبع لك ديريكت على الحيط، ما عندكش انت اسباس وراه باش تحط البريز، فهمتوني؟ دونك البريز نتاع الميكرووند والفور يجيو مع بعضهم وراء الميكرووند، على خاطر الميكرووند الغرقه نتاعو الداخل 45 معناها عنده 15 سنتي فارغين، هذوكم هما اللي نعديو فيهم البريزات الزوز، فهمتوني؟ معناها هكا هما دي ديتاي راهو صحيح صغار، معليش انا نكسر ونعاود نكسر مره اخرى. انا تو قاعده ننصح فيكم باش انتم كي تخدموا خدمه تخدموها مره واحده على قاعده، متبقاوش تعاود مرتين. فوالا لهنا هاكا كيما تشوفوا الالكتريسيان قاعد يوزن زاده فيها وزنه، زاده راهي بواتة الضوء، حتى بواتة الضوء لازمها تجي مستويه، على خاطر حتى كان انت ما تراش بالعين المجرده البواتة الدخلانيه الزرقاء هذيك معوجه، من بعد كي يركب الرخام ويجي ويركبوا فوق كي يجي باش يقص لك بلاصه البواتة اللي هي هذيا زاده يا البنات باش نحكي لكم ما صار فينا ماني نتبع في قلت لكم معناها نحنا نخدموا ومانيش عارفين رواحنا من بعد شنو يصير. حاسيلو استنوني لحظه بركه ذي لازمكم تسمعوا خالتكم لجله لهنا. بيت الشعر هاي عالرقوبة بيت الشعر مش منك بمريولك المقلوب بيت الشعر ايش تصوري من هنا عالرقوبة عايشين فيها اثنين عايشين فيها سجل يا تاريخ اثنين انا ومحبوب. طول كيفاش عشناهم اللحظات ونعمل لكم فيديو خاص بي. خليني نرجع لكم حاسيلو البنات، قلت لكم احنا نخدموا وماناش عارفين على رواحنا اصلا كيفاش كيفاش شنو باش يصير بالضبط، شكون باش يركب الرخام، شكون ماناش عارفين. احنا على اساس معناها قلنا نكملوا من بعد كي نختاروا متاع الموبيليا وقتها نشريو الرخام ونخمموا شنو الرخام وكل شيء، ونتبع في كلام البناء والالكتريسيان اللي هما يخدموا في معناها الخدمه اللي مستنسين بها هما، معناها مانيش باش نلوم عليهم، الحق الملام علينا نحنا اللي ما سالناش عليها الفازه.
هما قالوا لنا انه معناها كيما مستانسين يخدموا وقت اللي يجي البناي يركب في الرخامه ويركب في الكريدونس هذيك، وقتها يبدا الالكتريسيان معاه، وقتها هو يعدي البواطه الاخرانيه متاع الضوء ويسكر الفايونس وكل شيء، ويعدي الخيوط ويحط البريزات. برا مشيت هكاك، امشي يا زمان يجي يا زمان. بعد وخلينا الواحد الحيط تشوفوهم بعد كي يبدا الدهان يدهن البارتي متاع الكريدونس هذيك ماهيش ممرقه، على اساس لازمها تبدا مجرحه باش يشد فيها السيمون كور. برا يا زمان اجا يا زمان، ويجي وقت اللي معناها سايي احنا تويكا الكوجينه ركبت وواحد وكذا، وباش يجي متاع الرخام اللي هو معناها فورنيسور اخر نحن تعاملنا معاه، اللي هو يبدا تابع جماعه الكوجينه وباش يركب الجري هذاك كل. اشنو يطلع يا البنات؟ يطلع لازم البريزات يكونوا معدين فيني مسكرين، يقعد يستنى كان جست باش يحط الكاش البراني اكا هو، معناها نهار اللي باش يدخل هذايا اللي يركب في الجري يلقى الدنيا نظيفه كما قال هو، عباره عليه طبيب خرج منها. هو اصلا الراجل كيف دخل تصدم، قال لي مدام معناها هذا راهو ما يشدليش عليه، تصوروا انتوما بلايص البريز ماهيش متعديه والحيط ماهوش مفينس. هو استر ربي انا لي قبل ما يجي معناها متاع الجري وكل شيء عندي الفيديو، طلبت متاع الكوجينه قلت لهم اسمعني يا اخي، هو اللي باش يركب الجري كي نورمال البواتات هذوما معناها هكا محلولين وما همش ملايقين وكل، راهم تاع الالكتريسيان اللي عندي راهو قال لي هذوكم يتخدموا مع متاع الجري، نجي نخدم معاها انا فرد نهار. وانا علاش جاتني معناها الفكره هذيا؟ خاطر هما قالوا لي رانا كل شيء يتقص ويتحضر كل شيء في المعمل، نجي ونلصقوا اكاهو. قلت كيفاش انا هذا باش يجي لصق اكاهو وهي الدنيا محلوله والبريزات مفلقه والشيء مكسر، كيفاش باش يخدم لي هو والالكتريسيان فرد وقت؟ هكا هو عدا وقتها وين قال لي ليه يا مدام راهو لازم الالكتريسيان يجي يركب لك البواتيت ويسكر الدنيا الكل، وهو من بعد كي نركبوا نحنا الجري سور بلاس تجي بلاكه كامله من الاول للاخر وتتقص على بلاصتها، بلاصه البريز يتقص قصان وكها. راني نولي جاب ربي كلمت الالكتريسيان وجاب ربي هو ديسپونيبل، جاي قد وكل شيء. قعدت لي كان حكاية التمريق، رستنا بعد ما ركبنا الكوجينة عاود نغلف ونعمل كل شيء باش جاي البناي عاود مرق البلاصة هذيك. وقت اللي قعدت الكوجينة شهرين كاملين وهي معناها لا عنا خدامة لا حتى شيء، ما كانش رانا خدمنا كل شيء في عقلنا ومرقنا في عقلنا وكل. علاش؟ على خاطر معناها نقدموا في الشانتي واحنا ماناش عارفين شنو باش نعملوا، نقدموا ماناش عارفين رواحنا لا شكون باش يخدم لنا الجري لا شنو هي النوع اللي باش نعملوه لا حتى شيء. هذيك علاش قلت لكم يا البنات معناها قبل ما تحلوا الشانتي ابداو عارفين رواحكم، عارفين لي شوا نتاعكم شنو باش تعملوا بالضبط، باش كي تحل على روحك مرمى تك 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 تبدا كل شيء عارفه روحك، فهمت؟ مش كيفنا نحنا حلينا ونحنا ماناش عارفين. حق نتاع ربي هو الحمد لله مشيت معناها بسلاسه ومشيت هكا شويه شويه وكذا، مي فما حاجات معناها كلي الغلطه نتاعها ان ماناش عارفين رواحنا شنو باش نعملوا. انا ما تهاني حاولت ننصحكم باش باللي نجم، وان شاء الله ربي يسهل لكم الناس الكل. هوني البنات كيما قاعدين تشوفوا هوني يظهرلي ليله رمضان، كيما تشوفوا الكوجينه مازالت معناها كمل الستاف نتاعها وتعدت الدهينه ضربه دهينه، وكيما تشوفوا معناها اللي حكيت لكم عليه بلاصه الكريدونس والكل قعدت عريانه. ووقتها مازلنا ما شريناش الريفيتمون نتاع السول نتاع الكوجينه، مي عندنا الريفيتمون نتاع الكلوار. دونك خدم الخدام قال باش ما نضيعوش الوقت نخدم الكلوار ومن بعد نخدموا الكوجينه. ليلة رمضان ما عدا اليوم هذا آخر
والكسكسي ليلة رمضان. توا 8 متاع الصباح، أما متجندة تحت الماعون، طيب الكسكسي الفلفل يتخلات 8 متاع الصباح. هذيا عرسة كالا هيكا للذكرى. كسكسي يحول حاجة كنت نحول. هذيا الكسكسي يتفور سايي. الماعون سايي بالسرق. وقهوتهم ديجا حاضرة، نوريكم القهوة شحال كمان. قهوة ديجا حاضرة، وخبز وزبدة وشمية. محمد طرف صحن الحليب. هذا ساير هاي مسلي تو تحضروا معنا لحظة بلحظة. وكما تشوفوا البنات لهنا خليتكم ليلة رمضان هذيك، هذه أول نهار في رمضان مشيت بدينا نلوجوا على الروفيتمون متاع الكوجينة، معناها الكلوار كمل وقعدت الكوجينة ما غير الروفيتمون متاعها. دخل علينا رمضان واحنا مازلنا لهنا هاكا قاعدين نشوفوا لهنا زيدا مازلنا معناتها نختاروا في الروفيتمون واحنا مازلنا حتى الكوجينة مانيش عارفين عن شكون باش نخدموا. ندورو هانا كنا غاديكا في الكاتب متاع فوشينا هذايا هاو في شسمو متاع لا اله الا الله محمد رسول الله سيرام سكوير متاع المنيهله. واحنا باش نحكي لكم يا البنات بالحق من اصعب المراحل هو الاشواء. عرفتوا وكاللي تبدا خايف يا ربي يطلع مزيان، يا ربي يطلع خايب، يا ربي نندم. وخاصة يعني نحنا بعدك كمية الألوان اللي كانت عنا كرهنا حاجة اسمها برشا ألوان، دونك حبينا لون يكون موحد ويمشي كل شيء مزيان مع بعضه. يلا البنات لهنا نخليكم في أول شقان فطر رمضاني. رمضانك مبروك. شنو أجواء رمضان؟ رمضاني في الزنقة. كله يوقع ذكريات وخلق فادي تك 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 على آخر تك تك تك. شو أخبارك اليوم؟ والله سلطة وكيزة حوت وشوربة. نقلي أول نهار والله هذاك هو التريلي بدي كان مقلية من شوية تو من الظروف ليش نتعمل فيه. لازمني كانون وبهيت. هوني كما تشوفوا والحمد لله ساي ستاف لهنا ستاف كامل. الحيوت اللي ما فيهمش ريفيتمون سي بون ملايقين مدهونين نظاف امورهم واضحه. لهنا كما تشوفوا عدينا البريود اللي يخدموا الاولاد الكل في الكوجينه ونحنا لهنا في الزنقه هذيك كما خاطركم نجله رمضاننا في الزنقه. الله غالب البنات مره نصور بالطول مره نصور بالعرض. الحقيقه وقتها انا ما عنديش مخ متاع اني باش نهبط ولا باش نصور ولا باش نعمل، ما كنتش عارفه وقتها باش يهبط الفيديو شنو باش يصير بالضبط. هاني نصور للذكريات وكهو. ولهنا كما قاعدين تشوفوا قاعدين سي بون ينظف في الغبره الاخرانيه. وهوني ساييها وكبدا مصعب يعمل في الريفيتمون متاع القاعه. وجينا متاع الالومنيوم باش يركب الباب هذاك اللي زاد قعدنا قديش ونحنا من غير باب. وكما تشوفوا هذيك البارتي اللي فيها سيمان وخيوط وفروات خارجه هذيك هي اللي قلت لكم رانا نحنا نتبعنا كلام البناي والالكتريسيان. تو كي نجي نخدم في الرخامه نخدموا مع بعضنا كما يخدموا هما مستانسين كيكه، معناها ما نلومش عليهم هما مستانسين كيكه. هذا سيستم جديد البنات ان شاء الله توكي تكملوا نوريكم تو تفهموا قصدي. هنا يا ساي كمل زاده ستاف وكملت الريفيتمون نتاع الكوجينه والكلوار والباب تحط. وهوني قاعدين نركبوا قعدنا زاده ما غير ضوء قعدنا قديش ما غير ضوء في الكلوار. يركب لنا في سبوتات في الكلوار. الباب ما غاديك تحط وبدات تتلم ساي لهنا في رمضان. لهنا قاعدين الاولاد يخدموا نحنا في رمضان كما تشوفوا لهنا ساي كي كملت الريفيتمون تاع الكوجينه رجع اللافابو ورجع الغاز للكوجينه.
وسيبناها الزنقة هذيك. اما كيما تشوفوا الغاز باقي متعدي بروفيزوار، حاسيلو لاخر لحظة اخر لحظة، واحنا كالغاز والليفيين ندوروا بيهم دخلة خارجة دخلة خارجة على كالكلوار، والواحد حاسيلو استناو مازال الجو راني مانيش نمرج فيكم اما بالحق راهم 9 شهور تعداو في المرمى، مش باش نجي نهبطهم لكم انا في فيديو واحد. وهوني كيما تشوفوا بعد ما تهز ليفي كان محطوط في النيش هذيك، كي تنحى ليفي ركبنا له الرادياتور، خاطر هو هذيك النيش هذيك تصنعت للرادياتور. وهوني كما تشوفوا جاي النجار باش يرجع الباب اللي هما نحيناهم من نهار 5 ديسمبر عام ناول، واحنا من غير بيبان عاود رجع ركبوا كان في ماي وقتها وين ركبنا لهنا. نسمى راني عملت معاكم البهي اللي قدمت بكم في الفيديوهات بالكدا نتسمى، خاطر ما كنتش باش نهبط للمرحله هذيا، ميكي شفتكم متحمسين وفرحانين اللي قلت يلا خليني نهبط. البنات تفرجوا في فيديوهات ما راني انا ما صورتش كل شيء راهي ما عندها كونتوني اقوى مني انا برشا، فهمتوني. مازالت هي ما تحبش تهبط توا، وحسيلو شجعوها انتم، امشي وشجعوها واكتبوا لها قولوا لها هيا تا هبطلنا وكل شيء تو تتشجع. راني كل يوم انا ملي بديت نهبط نقول لها يما هيا هبط حتى انت، خاطر بالحق هي عندها كونتوني مش نورمال. قلت لها بالحق نحبش نوريهم انا الجماعه الكوجينه قبل حاسيلو. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسونيش عادة في الجيم وفي اللايك، وكان تعرفوا اي واحدة ناوية ان شاء الله على ربي يسهل لها تعمل كويزينة بارتاجيو معاها الفيديو. بيزو.